تحذير، لو انت بتخاف ما تتفرجش على الفيديو ده، وقبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تدوس لايك عشان بيساعد في انتشار الفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع كل الاحداث الجايه. عاملين ايه يا اخوات؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. هلا والله عليكم يا اخوات، عاملين ايه؟ والله انتوا حشتوني جدا. تمام. النهارده يا جدعان مش اي فيديو، النهارده هتكلم عن مين؟ هتكلم عن عبد الرحمن مانو. ايه اللي حصل معاه بالظبط؟ تمام. وجاب لي كده. تمام. بس اول مره تعرفني، اشترك في القناه واعمل لايك، ويا ريت يا ريت يا ريت شيروا الفيديو ده. تمام. اكتر واكتر. تمام. وطبعا يا جدعان الدبله ديت لازم انا البسها. تمام. ده اول حاجه. تمام. وتاني حاجه اشترك في القناه واعمل لايك عشان الفتره الجايه في فيديوهات جامده قوي. تمام. وطبعا مش متعود بالكاميرا الصراحه بتاعت اليوتيوب، عشان من فتره سنين ما كنتش بصور كتير. تمام. على اليوتيوب، بس من النهارده هشتغل في نظام في كل حاجه. اشترك في القناه واعمل لايك. يلا بينا نبدا نتكلم عن عبد الرحمن مانو. ايه اللي حصل معاه؟ يلا بينا يا اخواتي. مبدئيا كده يا جدعان، المفروض من اخر مره المهرج الشرير هجم عليا عند البيت وخد مرات المهرج القاتل وهرب بيها. دخلنا المقابر اخر مره وفضلنا ان احنا ندور عليها، بحيث ان احنا ندور عليها ممكن يكون دفنها او موتها، ما لقيناش لها اي اثر، وحاولنا ان احنا نهجم عليه عشان نضربه او نمسكه. للاسف ان هو اللي هجم علينا وما كانش معانا اي حاجه ولا عددنا كان كبير ان احنا نهجم عليه، وبرده كنا خايفين على مرات المهرج القاتل. المفروض دلوقتي ان احنا كلنا متجمعين، انا وبكر ومحمد اسامه واحمد مصبح وحسن، والمهرج برده جه هنا من الشغل، ولما عرف ان مراته اتخطفت بدا ان هو يتعصب. حاولنا ان احنا نهديه ونفهمه ان احنا ما كناش موجودين في الوقت ده، وكنا نايمين على الساعه بعد صلاه العيد، فالدنيا خربت خالص. وحاولنا ان احنا اكتر من مره ان احنا نراقب الراجل الشرير ده، ما كانش ليه اي زول لحد من قيمه ساعه بالظبط يا جدعان. المفروض ان احنا كنا متجمعين وهنبدا نتحرك ونروح على هناك، لان هنحاول بكل الطرق ان احنا ما نسيبوش النهارده غير لما نرجع مرات المهرج، لان هو متعصب وعمال يبتلينا احنا ومحسسنا ان احنا اللي عاملين فيه كده، ولا هو محسس ان احنا اللي مدين مراته ليه. احنا غصب عننا، وكل الكوارث ديت هي جاب سبب. عمل ايه دلوقتي؟ نبدا ماشي يا عم، احنا هنروح دلوقتي برضه كلنا مع بعض دلوقتي، نبدا ان احنا نبقى ايد واحده يا جدعان، ونبدا ان احنا نتكاثر عليه ونمسكه ونعرف سبب ان هو خطفها ايه، وبعد كده نبدا ان احنا نشوفه ونبدا نلفه. انا عايز افهمكم بس حاجه صغيره، اللي احنا عملناه في الراجل ده مش هين. عشان كده انا مش عارف اللي احنا عملناه فيه يا جدعان مش هين. الراجل ده بيعمل كل ده علشان هو عايز ينتقم مننا احنا اصلا مع اللي احنا عملناه معاه. انا المفروض دلوقتي ان احنا وصلنا المكان، وفعلا هو واقف فين اهو، عمال كانه بيدور على حاجه يا جدعان، ومش عارف شكله كده عامل مصيبه هنا. احنا عايزين دلوقتي نخش بقى نمسكه ونهجم عليه. احنا عايزين نعرف بس هنا يعني ممكن تكون في الاوضه دي تحت اهي. يا عم اهدى طيب بالله عليك. جبنا لك اللي هخلص عليك وهيجيب حقه منك. انت شايف اللي هيجيب حقه منك؟ هو اللي ما تشدنيش والله اللي ما ماسكك اصلا. روح له يا عم. مش فاهم معاه، هات مراتك. يلا كلام معاه بالراحه. كلام معاه بالراحه. كلم حنان بقى بالراحه. كلمه يا عم. يا عم اهدى انت. اتكلم معاه طيب، فهمه. يا عم احنا مش هناك في البحر وخلصنا منك. احنا مش عايزين منك حاجه، احنا مش عايزين منك حاجه. انت عايز تعمله اعمله، انتوا اموركم عائلات تصفوا مع بعض. روح شغله. تعالى حسن دور بس عليه كده، اقطع عليه. ايوه كل يومين عليك ناخدها منك. ايوه انت عم معانا هنا يا عم، احنا مش عايزين حاجه منك والله. والله احنا كل اللي عايزينه نوصل بس ان احنا ناخد مراتنا. حسب حسن. يا نهار اسود، يا نهار اسود. والله طلع. اهدى بالراحه. اهدى يا جدعان ده مش هيتفاهم معانا، ده مش هيتفاهم معانا. يا عم اهدى بقى بالله عليك يا عم. يا عم والله ما عايزين من امك حاجه. نو حد يقفشه من ورا بقى يا جدعان، واحنا مختمين من كده يا جدعان. جت على فكره، احنا مش عايزين منك حاجه تفيد الناس. رزعته بالرجل. ده متجنن والله. ماشي، محدش بقى يعرفوا ان المريض جوه. لفلي كده. خلي بالك. همسك ماشي. خش هاتها بقى. خش هي جوه. هنا اللي جوه خش هاتها بقى. شوف اللي جوه دي ايه. تعالى حد يشوفه فين. يا ابني مفيش حاجه جوه. يا ابني ورا فين؟
تلف حيل ورا فين الله يخرب بيتك يا حسن يا عم قال لك ورا العشه ده ما اعرفش انا يا محمد. يا اسطى يلا بقى نسمع عليه. انا بص احنا بص مش هنعمل لك حاجه ولا هنتكلم معاك في حاجه ولا عايزين منك حاجه، والله ما هنأذيك في حاجه ولا عايزينك تأذينا، احنا عايزين نمشي سلام بس من غير تخبطه في وشه الاحمل. سمع عليه ايه يا اسطى؟ هايج عامل زي الطول الهايج. حكمه هي فين؟ بقول لك ورا هنا يا جدعان هذا ده لو مسك واحده هيموتوا عليه الحرام من دي ما تهل. احنا 4 ولا مش قادرين عليها ولا لا هنقدر بس خش يلا. عايزين واحد بس قلبه جامد يخش يمسكه. يا عم يلا انت خش يا عم سيبه بقى يخش يلا خش. ماشي يا عم ناخد فرصتنا. ركز معايا خلينا نركز معانا وركز معانا. خش يا محمد. تعال جاي معاك بايه؟ جاي معاك بايه؟ مشكلتك يا جدعان ان هو فعلا ضخم وممكن ما يحسش بالضرب اللي احنا بنضربه بيه اصلا. هو راح فين؟ انت ما جالك ساعه تاخدها يالا. هو هنا اصلا شفته؟ تعال نعمل حاجه بقى. بص رجلك يا ابني اعمل حاجه يا ابني. بيتكلم معاه بالراحه طيب. بس سيبوهم يتلخم معانا بص احنا مش هنعمل لك حاجه وهنمشي من هنا لو انت عايزنا نمشي، والله هنمشي وما هنجيلك تاني، بس احنا عايزينك تبعد عننا يا عم، ما تأذيش حد مننا. ايوه كلام. هو عايزك اقول لك حاجه اهو. يا عم امسك. انت بتضرب الرجل. تضربه ليه يا مارو؟ يا مارو امسكه عمال كده والله لابس اصفر ده، والله ما احنا هو اللي لابس اصفر. والله. طب نتكلم بالعجل شويه. انت لابس اسود ازاي؟ نتكلم بالعجل شويه. اهو هو جري خاف وجري. نتكلم بالعجل. مش عارف ما جبنيش انت اللي عملتها. نتكلم بالعجل برضه. يا عم انا مش هاجي ناحيتك. بهدوء برجوله. تعالى معانا هنا. برجوله يما هيتشخر كمان. اهي يلا بوك. انت اللي شبه الكسل بوكس. انت هو فين يا عم اللي معانا ده؟ اعمل حاجه هو كده يخبط. امسكوه يا نهار ابوك طين. بتحاول تتكلم معاه كده يا عم هيموتني انا والله لو مسكت. طب تعال نخش نتكلم معاه وانت. حاول تتكلم معاه. طلع النبي. تعال يا عبد الحاج يا تعال. عم هناخدها وناخدك ونقعد في البيت عندنا نتكلم لو نشوف اللي يرضيك ونعمله لك يا يا عم. مارك بيقول ايه؟ هنتكلم بالعقل ونتكلم بالحب ونعرف مين. صلى على النبي واهدى كده يا صاحبي. ايه احنا والله واقفين اهو يا عم، اعمل اللي انت نفسك فيه. احنا اهو واقفين اهو مش هنعمل حاجه. بناخد معاك طيب ايه؟ ابوك اسود يا نهار ابوك اسود. امسك يالا امسك يالا امسك يلا. كتفوه مفيس اصلا، هو مفيس، هو مش قادر اصلا. خش هات مراتك يا ابني. مراتك يا ابن الجزمه. ايه ده احنا مش عايزين نخلص عليك. بس يا عم. ايوه احنا عمال نديكوا من ايه يا عم؟ انت سمعت الواح زي القطط؟ عارف رميناه في البحر مره وطلع تاني وجالنا عند حلوه البيت. رجاله. والله العظيم الضرب اللي هو كانه لو واحد تاني بغل كان زمانه مات اصلا. التفاح حلو هيهرب منكم. يلا يا ابني. انا حاسس انه غلط. هو التفاح حلو وانتوا مدينا ايه؟ هو ضربها ولا ايه؟ انا عارف اعمل لك ايه؟ انا كنت سامعكم وانتوا تاخدها منكم. يلا بالكلب متمرمطين عشانه برضه، وهو مفيش فايده في ميتين امي. بقول لك ايه؟ خد مراتك وامشي، مش عايزين نشوف وشك. يعني بنساعده برضه بيجيبها علينا. اوعى تلاقيه متضايق.
ابوها يا عم احنا مالنا. طيب بتتكلم صيني، انت بتتكلم صيني. ركز مع مراتك، شوفها كويسه ولا لا، حد مش دلوقتي هنعمل فيها ايه. مالكش دعوه بينا، هي معاك اهي، هي معاك اهي. والله هسيبه عليك. سيبه يلا يلا والله سيبه. قوم يا عم سيبه يلا. صل على النبي. بص بقول لك ايه، انت هتهدى ولا نربطك؟ هو مات ولا ايه؟ تمام يا اسطى. يلا يا عم خد مراتك وخ. شكله عامل لي كده. تعالى اشوف. ده هنعمل فيها ايه؟ تعالى بص عليه كده. شكله ايه؟ شكله. بص على الشكل. شلون القناه؟ انت بتعمل ايه يا عم هنا؟ طلع من هنا. هنا مفتوح كبير. سنة طلع من هنا. هو كلهم كده بايظين، مفيش حد بينزل. هم نفسين مسكات ليه يا احمد؟ اكيد عشان وشهم متفرق. ونعمل فيه دلوقتي يا باكر. بقول لك ايه، بلا ابوكي بلا امك، عشان احنا بصي هنشلوحك. خد عمرتك غرفة ده من هنا. يا عم انتوا لو مش متفقين مع بعض اتطلقوا واخلصوا يا عم. بص الطريق كده اهو. زي ما احنا مجينا، خد اطلع من البيت، عندنا مش احنا هنعمل ايه في ده ونجي لكم على البيت. ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه ده. هنعمل فيه ايه؟ بقول لك انا عندي حل حلو. نولع فيه. تيجي نولع فيه في قلب الارض الفاضيه ده. يلا بينا. بس هنعوز بنزين كتير. هنجيب يا عم. نيجي نكتفه ونطلع المدينه ونرمي في قلب البحر. احنا يا جدعان عايزين نخلص منه خالص علشان ما نشوفش وشه تاني. فاحنا بعدنا بنته برضك عشان ما تعملش معانا نوش وتعمل معانا حوارات. وهنبدا ان احنا نجيب بنزين دلوقتي، بس عايزين نتاكد ان هو فايز خالص يا ماما. رجله بتتحرك على فكره. هو اكيد لسه في الروح يعني. والله هتلاقي بيمثل ان هو ميت. لا ما اظنش. خلونا حوالين رباطيه كده بس. يعني الضربه ديت موتته. محمد اسامه ايوه. روح هتلاقي ازازه بنزين. نقي ازازه بنزين كبيره تغرقه خالص عشان نولع فيه خالص. طب يا جدعان وشه منور. الشكل بتاع كده. وشه منور طيب. شفت وشه منور؟ بس اللي بتاع كده هتلاقي وشه منور. كده. منور. كده يبقى ولا محمد اسامه راح على البنزين ده. محمد اسامه طيب يا جدعان هنبدا دلوقتي ان احنا نجيب بنزين ونبدا نولع فيه عشان نخلص منه خالص. فانت لو وصلت لحد هنا كده ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تتابع كل الفيديوهات الجايه. بس اشوفك الفيديو اللي بنولع فيه. ربنا معاكم بجد. و اقول كده يعني ايه، انت تتصاب بقى في الحوار ده يا اخويا، تمام. ولو انا مثلا حبيت انا مثلا اساعدك ولا حاجه هساعدك عادي، مفيش اي حاجه وبس، تمام. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا رب. ومفروض كده خلصنا النهارده الفيديو صغير شويه بس هطوله في الفيديو في المونتاج والكلام ده، تمام. اشترك في القناه واعمل لايك عشان الفتره الجايه في فيديوهات. الفتره الجايه في ناس هتطلع معايا زي بيسو توينز، زي ناس كتير قوي على السوشيال ميديا هتطلع معايا الفتره الجايه، تمام. ومجالك تشتغل والكلام ده. بس اشتركوا في القناه واعمل لايك. والفتره الجايه انا رجعت المجال بجد، تمام، مش بهزر الفتره دي. يلا يا جدعان اشترك في القناه واعمل لايك. معاكم محمد عاطف، مع السلامه يا اخواتي، باي باي.